بقى نرجع نقول حل الدوري المصري، علاج الدوري المصري. يمكن ناس كتير الحقيقه ما تتفقش معايا في الموضوع دوت، لانه الجمهور المصري او المصريين عامه بيخافوا من كلمه بيع الانديه المصريه. فانا شايف انه اقوى علاج لعلاج الفساد في الاتحاد الكره المصري او الرياضه في مصر عامه هو بيع الانديه، خصخصه الانديه ديت، لانه الانديه دي قطاع عام. بص، زي اي شركه قطاع عام، اداره زفت. شوف حتى اداره الاهلي ديت ما فيها فساد ورشوه ومحسوبيه وحاجه قرف يعني، اكبر مؤسسه قلعه الفساد الرياضي في مصر يعني. وبشهاده، والله بشهاده الناس اللي لعبت، عشان يجيش واحد يقول لك انت متعصب، بشهاده الناس اللي لعبت في النادي قبل كده. وانا هبقى انشر مثلا بعض التصريحات للناس ديت يعني. اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي، اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي طبعا. كان في لعيب جامد جدا ملوش حل في نادي الزمالك اسمه ايمانويل، كان لعيب نيجيري بيلعب في نادي الزمالك. في نادي الزمالك كان مكسر الدنيا تمام. ما كانش ليه حل بقى، ده نعمل ايه؟ جبنا له حد من بره خده وديه المانيا. ما كان ساعتها كان لازم يمشي من نادي الزمالك، ما ينفعش يفضل نادي الزمالك في نادي الزمالك. والله العظيم يا ابو ايه، لازم كان ما ينفعش انا اقعد بقى عكنه على الاهلاويه كل واحد يجيب فينا جون وبتاع، ما ينفعش. انا لو انا ما عنديش الاراده اني ماشي المسابقه صح، هجيب لك حكام يخسروك من بره، ما هيش صعبه. لكن هتقول لي الاوضاع زي ما هي، هقدر اجيب لك اللي يذبحك من اي حته. انت دايما كنت عامل كوبري موجود لاي لعيب عايز تخرجه وترجعه على الاهلي. النادي الاهلي انت عايز حد النبي، لو مش 100 كوبري، لو تبني جبل، النادي الاهلي عايزه خلاص. دي اموال بالملايين، مئات عشرات الملايين تضخ من السعوديه الى مسؤولين في اتحاد الكره وحكام بعينهم، 6 حكام، وعصام يعرف وهاني يعرف والناس كلها تعرف، لاجل تدمير نادي الزمالك من 3 سنين، تدمير نادي الزمالك وابعاده عن المنافسه ومجامله الاهلي ليحقق بطوله الدوري منفردا. ده يعني ازاي كره لعلم حضرتك انا، وتقدر تشوف التقارير الامنيه يوم ما الاهلي بيكسب. علاج الموضوع ده ليه بقى؟ ليه؟ لما يدخل شوف مثلا باريس سان جيرمان قبل البيع وبعد البيع، انديه في الدوري الانجليزي مثلا، بس انا عشان مش متابع يعني دوريات، انا مش متابع اساسا كوره بقالي سنين يعني، بس رجعت كده من سنه بدات ابص يعني على الدوري المصري تاني والقصه دي. فشوف الانديه اللي تم شرائها قبل وبعد، صفقات، الاستقرار، الالقاب والوصول بتاعهم في المسابقات بقى عامل ازاي. فليه؟ لان رجل الاعمال اللي داخل بينمي خزينه، مش بينميها بس بالراس المال بتاعه اللي هو شركاته وكده، لا هي بتاعت خلاص بقت شركته، بيحاول بقى يكبرها، بيحاول ينميها، بيحاول يخليها قويه. لكن مش قطاع عام موظفين وجبرت يعني وخلصت يعني على كده زي اي شركه قطاع عام يعني. فلا، هو عايز ينميها وعشان تجيب له تدر عليه ارباح. فبيساعدك ان دوت بيعمل لك استقرار في النادي. الاستقرار دوت بيجيب لك لعيبه مثلا. شوف مثلا الدوري السعودي، شوف اللعيبه اللي هي عشان طبعا في فلوس، فشوف اللعيبه اللي هي الاجانب اللي بيجيبوها. فانت لما يكون عندك رئيس نادي محترم، رجل اعمال محترم، يعني النادي بتاعك تم بيعه وجالك رئيس نادي محترم، يقدر يجيب لك لعيبه من افريقيا، لعيبه حقيقيه بقى، مش اللي هي نص جنيه اللي هو سامسونج ويا ريتهم نص جنيه يعني سامسونج ومودست والكلام دوت بيدفع فيهم كتير ولعيبه كسر يعني. فلا، هيجيب لك لعيبه كويس، هيشغل السكوتس بتاعته يعني، يروح افريقيا وكده يعمل مدرسه هنا، يعمل مدرسه هناك، فهتلاقي فايده في كل النواحي في جوه النادي. فالاستقرار دوت هيجيب لك طبعا ماديات هتتحسن، هيبقى في استقرار، هيجيب لك بطولات الكلام ده. برضو جزئية الفساد في الاتحاد مش هيصبروا عليها. يعني مثلا لو حصل مثلا شبهة انه لجنة التحكيم متواطئة او الحكم دوت اتعمد، او اللجنة ديت مش عارف لجنة المسابقات عملت ايه، فهم مش هيصبروا على الكلام دوت. لا، عندهم بقى الرجالة بتاعتهم، الناس الفاهمين، المستشارين اهل الصنعه بقى. ليه؟ راجل داخل يعمل منظومه صح، يأسس صح، علشان هو مش داخل موظف، لا داخل عايز ينمي ويستثمر. فهيكون عنده بقى الناس اللي تقدر تتصدر الملف دوت، يقدموا شكوى هنا، يقدموا شكوى هنا، بس هيكون فاهمين على الاقل بيعملوا ايه، مش اللي انت بتروح بقى تستشير ناس بره والناس ديت اساسا يا عارفه يا مش عارفه. فبزراميط يعني الحال دلوقتي، الوضع يعني بزراميط يعني اقل ما يقال يعني.
فالتانيين هيكونوا ناس هيجيبوا ناس محترفين ويعينوا ناس محترفين علشان يخدم المنظومه بتاعته علشان يقدر يحقق منها حاجه. فبالتالي ده برضه هيعود على مصلحه النادي وعلى مصلحه الكوره المصريه بشكل عام، ان انت مش هيبقى فيه فساد، ده هيقلل الفساد. الشركات الخاصه ما فيهاش فساد زي القطاع العام، فده هيقلل الفساد. انا سمعت خبر يعني هو في الغالب فرقعه، يعني انه النادي الاهلي مش عارف في حد هيشتريه او الدوله هتبيعه القصه ديت. انا يعني ما بصيتش في الموضوع ده اصلا، بس اتمنى ان هو الموضوع يبدا بالانديه الكبيره، الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد والقصه ديت والاسماعيلي طبعا، يعني علشان نشوف بقى 4 فرق في مصر بينافسوا، وراجل الاعمال دوت يتنافس مع راجل الاعمال دوت، ويكون في منافسه شرسه، وده هيعود في الاخر على المنتخب المصري. هتلاقي المنتخب المصري قوي لان هو هيهتموا بالكشافين سواء في مصر ولا خارج مصر. فالانديه لما تبقى قويه هيعود على المنتخب، مش محتاجين نقول الكلام دوت يعني. مش هتلاقي بقى واسطه بقى مش عارف ابن اخت مش عارف اللاعب الفلاني دايما تلاقي كده، ولا ابن اللاعب الفلاني وهو يبقى لاعب يعني تعبان وصدمان وتلاقيه بيلعب ومحدش عارف يمشيه. يعني مش هتلاقي الكلام ده، مش هتلاقي، مفيش بقى محسوبيه، مفيش واسطه والكلام ده. هتعود المصلحه والله العظيم من كل النواحي. فبلاش تخاف من انت تسمع الكلمه ديت، ده كلام هكس. اللي يخوفك من الكلام دوت كلام هكس. او مثلا حزب بقى اللي هو يعني بيحارب الدوله مثلا زي الاخوان ومش عارف ايه، هيقعد يحط تراب على اي حاجه. فان شاء الله لو بتعمل مشروع بنيه تحتيه برضه بيقول لك ده غلط. فدول شويه البهايم دول اللي هم بيخالفوا الدوله في اي حاجه علشان يبينك ان هو موضوع غلط يعني. فلو هو غلط ما كانش عملته دول يعني بتفهم في الصنعه يعني اكتر مننا يعني، سواء في الاستثمار ولا في الاقتصاد ولا في الرياضه. يعني بنتكلم على فرنسا ولا بريطانيا مثلا او غيرهم. بما ان انا مشجع لنادي روما كنادي اجنبي يعني غير الدوري بره الدوري المصري، فكان في برضو كلام من كذا سنه بس انا مش متابع بقالي فتره، كان نادي روما كان هيشتريه رجل اعمال بس الصفقه يعني ما تمتش يعني او حاجه زي كده، او هم فضلوا ضخوا يعني في رجال اعمال ايطاليين ضخوا فلوس في الخزينه عشان النادي كان بيعاني يعني. فدوت مشكله الانديه للاسف يعني. حتى في انجلترا كان الموضوع دوت كان بيتكلموا على مانشستر وانديه تانية يعني. عاجلا ام اجلا انديه كتير هتبقى انديه عالميه يعني، هتبقى انديه خاصه، وده هيحسن من اداء الانديه. بس الشعوب يعني كتير لسه مش متقبله الفكره، لكن الشعوب اللي تقبلت الفكره عادي جدا. الموضوع دلوقتي بلسم على قلوبهم يعني، والانديه بتاعتهم دلوقتي بتحقق وبتوصل للنهائي وعندها لعيبه قويه وفي استقرار، مفيش بقى معاناه في دفع مستحقات اللاعبين والكلام الفارغ اللي انت بتشوفه ده. مش عايز اكرر الكلام بتاعي، بس لو انت مختلف معايا في الراي دوت قول لي مختلف ليه واضرب لي مثال، مش اللي هو بقى تخوفات بقى اللي هي خياليه او توهمات والقصه ديت، لا اضرب لي مثال حصل مش عارف فين وواحد شرى النادي وقصة. انت عندك انديه عريقه في مصر فاللي هي تشجع اي حد ان هو يجي يستثمر فيها يعني. تتكلم في ايه يعني؟ انديه زي الزمالك والاهلي والاسماعيلي والمصري والاتحاد، الانديه دي المفترض يكون عندها الاستادات بتاعتها، استادات عالميه يعني. انت اقدم دوري واقدم انديه في المنطقه، فيكون عندك استادات عالميه. الكلام دوت يا جماعه والله العظيم هيعالج مشكله الدوري المصري من الفساد والاستقرار بتاع الانديه، والمنتخب في الاخر هيعود على المنتخب. مش هكرر كلامي، لو انت مختلف معايا قول لي رايك